السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن طبعا عن كاميرات الفيجن. بس اللي احنا محتاجين نعمله النهاردة هنغير الباسورد بتاع الكاميرا عشان لو حد معاه الباسورد بتاع الكاميرا أو الجهاز وعايز تغيره ومش عارف تغيره منين، تعال أقول لك هنعملها ازاي. أول حاجة بتفتح الكاميرا على البراوزر كذا واحنا فتحناها. تمام، وبتعمل لوج إن للكاميرا بتاعتك الباسورد اللي معاك القديم، وبتعمل كده لوج إن. تمام، اول ما بتعمل لوج ان بتخش على configuration دي هتلاقي فيها common setting. دي طبعا مش هنعمل فيها حاجة. عندنا system، هندوس على system، في system setting. تمام، user management. تمام، في user management هتلاقي ده الاكونت بتاع الكاميرا اللي هو الادمن، يوزر نيم ادمن. تمام، عايز تغير الباسورد ده طبعا لو كاميرا او ام في ار. لو عايز تغير الباسورد ده، تمام، او عايز تضيف باسورد تاني بصلاحيات مختلفة، او عايز تضيف اكونت تاني بصلاحيات مختلفة. خلينا الاول نغير الباسورد بتاع الكاميرا. هنيجي هنا على علامة الايديت اللي هنا دي. تمام، وندوس ايديت. تمام، بيقول لك اولد باسورد، بتدخل الاولد باسورد وبعدين بتكتب الباسورد الجديد. الباسورد بتاع هيك فيجن، طبعا هيك فيجن ما بتقبلش باسورد يكون كلمة ادمن او فيه حروف او ارقام متكررة ورا بعض، يعني زي 1 2 3 4. تمام، فانت لازم يكون الباسورد على الاقل فيه حرف كابيتال وحرف سمول وارقام. فانا هكتب الباسورد بتاعي على طول. تمام، هنكتب الباسورد تاني. كده كتبنا الباسورد، بقول لك نوت ماتشنج، نكتبه تاني. كده الباسورد الاتنين شبه بعض. تمام، هنا طبعا البرميشن اللي كل الاكونت واخدها، طبعا الادمن ما ينفعش نغير عليها، اللي بياخد كل البرميشن ما ينفعش نغير في اي حاجة. تمام، دلوقتي احنا لو دوسنا اوكي الكاميرا هتعمل ساين اوت وتحتاج تسجل دخول تاني عليها بالباسورد الجديد. تمام، فتعالوا كده نجرب ندوس اوكي. هو دلوقتي انا دخلت اصلا الباسورد بتاع الكاميرا نفس الباسورد القديم، فبيقول لي the new password cannot be same as old one. يعني ما ينفعش الباسورد الجديد يبقى نفس القديم. فانا هزود بس حاجة في الباسورد عشان يبقى مختلف عن القديم، وبعدين ندوس اوكي. كده الباسورد اتغير. تمام، لو جينا بقى هي ما عملتش ساين اوت، فاحنا لو جينا عملنا هنا تمام اللوج اوت كده ودوسنا اوكي وجينا نكتب الباسورد القديم اللي هو ده، دوسنا لوج ان، هيقول لك الباسورد غلط. correct user or password, the device will be locked after 6 failed look. يعني هي الكاميرا الاكونت هيتقفل بعد 6 محاولات غلط. طيب نحط الباسورد الجديد بقى، نكمل الباسورد بتاعه، ندوس لوج ان. كده الكاميرا فتحت معانا مفيهاش اي مشكلة. طيب، في حاجة تاني في الحتة دي. لو عايز تعرف قبل ما تغير الباسورد، عايز تعرف مين اللي اونلاين على الكاميرا، مين اللي فاتح الكاميرا او الجهاز غيرك. انا لو دوسنا سيستم على يوزر مانجمنت، في عندك فوق هنا حاجة اسمها اونلاين يوزر. فاونلاين يوزر هيظهر لك كده ال- اليوزرز الاونلاين او اكتر من حد فاتح. لو حد اكتر من حد فاتح بالادمن مش عارف حد هيقول لك الباسورد والادرس بتاعه والتايم اللي هو فاتح منه. ده الاي بي اللي انا فاتح منه دلوقتي، ده جهاز اللابتوب بتاعي. تمام، وفاتح دلوقتي في التوقيت ده. تمام، عايزين بقى نضيف يوزر تاني بصلاحيات تانية. طيب هنضيف يوزر تاني بصلاحيات تانية، هعملها في فيديو لوحده لانه هيبقى طويل شوية، فتابعوني. ومتنساش بعد ما تتفرج على الفيديو، لو الفيديو عجبك اعمل سبسكرايب
واعمل شير لو الفيديو لحد تاني عشان يستفاد منه. شكرا.